هسه ويانا برج الدلو للشهر التاسع. برج الدلو، عندك مبلغ مالي راح تسدده، بس راح تسدده وبفرح إلك. ممكن دا أشوف عندك ممكن عقار راح تشتري، أو ممكن عندك شيء جديد راح تشتري. راح تدفع مبلغ شوية لا تضوج من عنده، لأن راح تدفع فد مبلغ لأن كلش كبير. لا تضوج لأنه هذا المبلغ راح يكون خير إلك. يعني لا تضوج لأن أنا راح أدفع هذا المبلغ، لأن هذا مردود المبلغ راح يكون كل الزين إلك. دا أشوف أكو شخصين راح يوقفوا لك بموضوع، والموضوع كلش حلو وكلش بيه فائدة إلك، كأن يكون أمر قضائي، أو يكون ممكن أنه أكو شيء متوقف عندك راح يتحرك بإذن الله عن طريق شخصين. الشخصين مقربين إلك. دا أشوف إذا أكو أحد من برج الدلو منتظر خبر حلو بما يخص طفل أو ولادة أو حمل، أحب أقول لكم راح تتبشرون بهذا الخير بإذن الله. شوية يحتاج يعني نشد على نفسنا، لأنه هذا التطور يعني أكو فد حركة مطلوبة من عندكم. إذا سويتوها وشديتوا حيلكم بيها كل الزين راح تمشي بإذن الله خلال هذا الشهر. دا أشوف أنه صار عندكم كسرة قلب من قبل 3 أشهر. خلال هذا الشهر بإذن الله دا أشوف أكو العوض الجميل اللي راح يجيكم من رب العالمين، وعلى الغالب راح يكون أنه هو أمر عاطفي، أو صار كسرة قلب عن طريق شخص أنتم كلش تحبوه. بس صدقوني أنه يا إما الشخص نفسه راح ينصركم ويعتذر من عندكم، أو ممكن أكو عوض إلهي بإذن الله راح ينحل عندكم. دا أشوف يوم 18 بهذا الشهر أكو خبر كلش حلو. يعني هذا الخبر اللي راح يخليكم هيك تقمزون من الفرح بإذن الله يا برج الدلو. كل الحب والخير لكم خلال هذا الشهر، وأتمنى لكم كل الموفقية. هسه ويانا برج الحوت للشهر التاسع. برج الحوت، ممكن خلال هذه الفترة راح يكون عندنا تعب، راح يكون عندنا ممكن أحلام مو زينة، راح يكون عندنا تفكير، راح يكون عندنا شوية يعني نقدر نقول تقيد بالرزق. راح يكون عندك ممكن تريد أنت تنعزل عن الناس. بس أحب أقول لك يا برج الحوت، يعني كل مشكلة لها حل، وأنت ذكي وأنت ناجح وأنت كل الفرص موجودة قدامك. يعني حرفيا كل الفرص موجودة قدامك، بس يحتاج أنه نفكر، يحتاج أنه نستشار اللي داير مدايرنا. ويعني حرفيا انه انت هذا الشيء راح تسويه. فاذا اكو عندك تعب، يعني مو راح اذب اللوم عليك واقول من ايدك، بس مرات الانسان ممكن انه ما يعرف يتصرف، فشويه نهدي اللعب، لان كل الفرص ممكن كانت قدامنا. فالواحد ممكن يفرح، يكون عنده اوفر رياكت على الامور. احب اقول لك شويه نهدي اللعب، لان اكو هوايه ناس تحبنا، اكو هوايه ناس تريد خاطرنا. فلازم احنا شويه نعرف شلون نخطط، نعرف شلون نكسب الناس، حتى لا نمر بهذه الطاقة مال الوحدة، ما نمر بالطاقة اللي احنا نريد ننعزل عن الناس، لأنه مو كل الأشياء اللي صارت تصير مثل ما احنا نريد. إذا نريد الأشياء تصير مثل ما احنا نريد، لازم احنا نفكر بالطريقة الصحيحة ونحاول نكسب الناس. عندنا ناس قريبين علينا، عندنا صديقين، ممكن هذول الصديقين احنا كنا صادين عنهم او التهينا بما يخص الحياة، بس هذول الصديقين هم كلش يعني ترو فريندز، راح يوقفوا لك بموضوع، راح يوقفون وياك بسعادتك. عندك امر كلش حلو. طبعا انا كلش احب هاي الورقة الماجيشن. يعني انت كل الامور وكل الفرص عندك، بس يحتاج انه نعرف شلون نفكر. وباذن الله شويه هذا الشهر راح يصير بيه عرقلات وتعب، بس احنا برج الحوت هم كلش اذكياء وكلش محظوظين. راح يعرفون شلون راح يتصرفون، وان شاء الله على بدايه الشهر العاشر كل اموركم راح تنحل، وكل الحب والخير لكم يا برج الحوت. خلصنا قراءة الأبراج للشهر التاسع. يا ربي كل الخير وكل الحب لكل الأبراج بإذن الله، كل الأمور الحلوة تصير لكم. وماكو فد شيء اسمه حظي حلو وحظي مو حلو. كليتنا نعرف إنه إحنا ممكن نصنع حظنا بإيدنا. أتمنى لكم الخير والسعادة. وإذا عندكم أي سؤال أو أي شيء متعلق بالأبراج ممكن تكتبوا لي بالتعليقات، وراح أساعدكم وراح أقدم لكم كل الدعم عن طريق قراءة أبراج التاروت مع كارما.